حطينا الكشك ده في الشارع، اي حد ممكن يدخله. تعالى قول رايك بقى في البرنامج. يلا باي باي. اقول رايي فين؟ قلت رايي جوه، مش هقول حاجه. جوه الكشك سالنا الناس سؤال واديناهم دقيقتين، دقيقه يردوا على السؤال ودقيقه يقولوا اي حاجه في نفسهم، اي حاجه. مصر بلدنا على فكره الكشك ده هتلاقيه بيلف في كل حته في مصر، وممكن تصحى من نومك تلاقيه واقف تحت بيتكم او في الحته بتاعتكم. جوه الكشك هتشوف وتسمع فعلا المصريين الحقيقيين. ما قلنا لهمش يعملوا كده، بس هم عملوا كده. بيك رولز وبيك ستيكس، مش قرمشة على الفاضي. سؤال حلقة النهاردة: صباح الخير، معاكم عبد الرحمن من برنامج زيع انت. احمد عبد العزيز، احمد ضابط كليه حربيه ثانوي. العاده المفيده اللي انا عايز اتكلم عليها بصراحه اللي هي تبقى مثلا للمصريين كلهم، ان مثلا يا جماعه يا ريت نحب بعضنا كلنا، واول ما نصحى تحس ان انت صاحي على بدايه مشرقه. ان احنا لما ننزل الشارع يبقى الابتسامه دي دايما ما تفارقناش، يعني على الاقل نبتسم في وش غيرنا، على دي حاجه ابسط حاجه. انا دايما بنزل الصبح اول ما بركب المترو عشان اروح الجامعه بتاعتي، كل الناس اللي قاعدين في المترو كشرين ومتضايقين، واصلا احنا لسه يعني صاحيين الصبح، مفيش اي حاجه يعني لسه ضايقتنا، المفروض ان احنا نتضايق عشان ننزل نجري. دي حاجه جميله جدا. رياضه جامده، ونبطل اكل الفول لانه بينامنا اصلا. اكبر نسبه كسل هي في مصر اصلا. عمري ما شفت حد بينزل يجري في الشارع، حتى لو ساكن في منطقه شعبيه ما تتكسفش من حاجه يا جدع. نتكلم عن مثلا الرياضه، احمد بيلعب مصارعه حره، احمد سامي جري مسافات طويله، وانا احب الجيم. اتمنى ان المصريين ان كل ويك اند يا ريت يعني كل اب وكل ام ياخدوا اولادهم يفسحوهم، يعني يغيروا حياتهم. الحفاظ على نظافه الشارع، ما نرميش حاجه في الشارع، نحافظ على نظافتنا الشخصيه، ان احنا نتمسك بديننا ونتمسك باخلاقياتنا، لان انا شايفه ان اخلاقياتنا دلوقتي ما بقتش موجوده زي زمان. انا نفسي العاده المفيده ان تبطل بقى شرب حشيش بجد، لان الشباب ضاع بجد. اكتر ناس محتاجيننا اصلا في مصر هم الايتام. احنا كل اسبوع في الويك اند نروح نعمل والله نجمع مثلا نفسنا، مثلا انتي قرايبك او اصحابك وجيرانك، وناخد لهم زياره نروح نقضي معاهم يوم ونرجع. دلوقتي بقى قول اللي في نفسك. هذا البرنامج برعاية بيك رولز وبيك ستيكس. اللي في نفسك فض هات من الاخر، دلوقتي انت هتزيد. يلا زيد. شبه ابوك يا حسين. حلمي انا عموما كهدير ان انا نفسي احققه، ان انا نفسي ابقى وزيره ماليه، وبتمنى ان المجتمع ما يبقاش هو العائق ان انا نوصل الحاجه دي. هنحب اوريكم بقى الموهبه. انا نفسي بس في ريس بس يكون كويس، انا نفسي في حد يسمعني او حتى مره يشجعني. هقول قصيده اسمها طمني على مصر، فيا رب تعجبكم. يعني شايف ان ممكن بدل ما احنا ما بنركب المواصلات كده وما بنعملش حاجه وبيضيع فيها وقت كتير جدا، ممكن لازم يعني كل واحد فينا ياخد معاه كتاب، حتى لو الكتاب ده هو ممكن يدعم منه محطه ساعات في النص زي ما حصل معايا قبل كده، بس يعني قشطه يعني لفيت ورجعت وجبت محطه كده. بس الفكره ان نحاول نستغل الوقت اللي هو بيضيع مننا على الفاضي، يعني كده كده الوقت ده ضايع وانا واقف في المحطه ما بعملش حاجه. بعدت عن مصر 3 سنين و4 شهور و8 ايام، ولما اتاني الشوق والحنين والغرام قلت اطمن، واتصلت وسلام عليكم وعليكم السلام، ولسه بقول له طمني على مصر. قال لي مصر زي الفل وتمام. قلت له والناس؟ قال لي بيفطروا بيتزا وبيتعشوا حمام. اكتر امنيه نفسي تحقق في مصر ان يجي يوم الواحد يبقى نفسه يعيش في مصر. كل ما تسال اي شاب دلوقتي انت لو جاتك فرصه ان انت تعيش وتشتغل في حته ثانيه، يقول لك ده انا اتمنى. نفسي بقى يجي يوم ان انت تسال واحد نفسك تعيش هنا، يقول لك ده انا ما اتمناش ان انا اعيش حته في مصر. الدكتور هشام اندي لما قعد يقول يجب على المصريين يوفروا في الكهرباء ونلبس ملابس قطنيه عشان نوفر الكهرباء، واللي عنده تكييفين، يعني واحد جايب 3-4 تكييفات في بيته، مش معقوله يعني هيشغل تكييف واحد، اكيد لازم يعني هيشغل الاربعه. قلت له والعيشه لساها مره؟ قال لي دي الناس من كتر الفرحه مش عاوزه تنام. قلت له امال البلطجه والسرقه؟ قال لي ده ابراهيم الابيض وده شغل افلام. اقول للاخوان، اقول للسلفيين، اقول للليبراليين، اقول لاي طيار في مصر، اقول له مصر مش هتتقدم ان احنا نقعد نتخانق في بعض ونقول له الدستور اخواني، الدستور ليبرالي، الدستور علماني. ده مش ده نقطه الخلاف.
لو قعدنا كده يبقى دي مش مصر، دي مصر دي هتضيع. عسكري فلول سلفي واخوان. أيوة. عشان مصر تعيش في امان. أيوة. يا حسين يا رايق. عايزين مصر تعيش في امان. عشان نوفر الكهرباء بقى هنولع تكييف واحد، وعشان نوفر الميه هنعمل ايه؟ هنستحمى مع بعض على ما اعتقد يعني. قلت له ايه اخبار ثورتنا؟ قال لي مطالبنا اتحققت والباشا خد اعدام. قلت له مصر اللي بتكلمني عليها دي مصر ام الدنيا، ولا مصر ام الاوهام والاحلام، ولا مصر كمان 100 سنه لقدام؟ قالوا انت سامعني يا هشام؟ قفل الواطي من غير حتى ما يقول لي سلام. ما قلنا لهمش يعملوا كده بس هم عملوا كده. بيك رولز وبيك ستيكس مش قرمشة على الفاضي. الناس اللي في الكلية حاسة ان هم عايزين بس يقلدوا الغرب في كل حاجة، مع ان بالعكس احنا احسن منهم. هم شايفين ان الغرب الولاد دايما بيقلدوا الغرب في ستايل لبسهم، بقى غريب جدا. البنات بقت المصطلحات والشكل عموما مبقاش احنا اللي هو احنا المصريين. المفروض اصلا ان احنا كنا قبل الناس دي. الدكتور مرسي اقول لسياده الرئيس النظافه مش ان انا احوش الزباله من الشارع، النظافه ان انا اوجد سبل وطرق لحل المشكلات. هو مش تيجي تقول لي ما ترميش زباله هنا، طب والناس هترمي زبالتها فين؟ المفروض الشعوب فيها 3 صفات، يعني واحد بيعمل حاجه مش صح، واحد تاني بيقول ان دي مش صح، واحد تالت بيسكت. دي موجوده في كل حته. احنا عندنا بقى واحد يعمل حاجه مش صح، واحد تاني يسكت. مفيش حد بيقول ده مش صح، بتعمل كده ليه؟